لو هتعملي مشروع فراخ، ايه اللي تحسبيه وايه اللي مش هتحسبيه لما بتيجي بتبيعي في الاخر؟ ايه اللي هنحسبه وايه اللي مش هنحسبه؟ تمام كده. هقولك ايه اللي دلوقتي في الدورة دي، عشان جايبة عدد كبير شوية، جايبة 70 كتكوت. أنا كنت بجيب ب40 أو 50، فجايبة 70 كتكوت ومات منهم واحد بقوا 69. فطبعا التلات علافات والتلات سقايات دول مش هينفعوا، زي ما انتوا شايفين السقايات فضيت اهو. فاضطريت ان انا اجيب شوية مشتريات كده اهو، علافات على سقايات، عشان ازود، عشان ما يبقاش في عندي فراخ تسرد مني بعد كده وما يطولوش الاكل. تمام. فجبت لهم شوية المشتريات دي، دول عاملين 190 جنيه. تمام كده. يعني دي ب30 اهي صغيره، دي ب35. السقايه عامله 30 جنيه. تمام. دي ب20. مش قلت لكم ب20؟ معرفش، مش فاكره. المهم شويه الحاجات البلاستيكات دول عاملين 190 جنيه. تمام كده. طيب ايه بقى اللي نحسبه؟ زي ما قلت لكم الحاجات دي مش هتتحسب تبع تكلفه الدوره دي. تمام. انا جايباها ب 190 جنيه للدوره دي، ماشي، بس انا مش هحسبها لتكلفه الدوره دي. ليه؟ لان الحاجات دي بنستعملها كل دوره، فمش هحسبها. ايه بقى اللي انت المفروض تحسبيه؟ اللي تحسبيه الكتكوت، سعر الكتكوت، العلف اللي استخدمتيه، كام كيلو، كام شكاره استخدمتيها، النشاره اللي انت بتستخدميها تحت الكتاكيت، الاضاءه. بصوا بقى انا اوريكم اللوند. طبعا دي لازم احسبها تبع تكلفه الدوره، لان هي باظت في الدوره دي. بصوا 3 لوند اهو، واحنا لسه 12 يوم باظوا في الدوره دي. عشان كده نزلت لكم فيديو اللمبه، شوفوه. اللمبه حلوه بامانه، لمبه حلوه جدا، وانا استخدمتها موفره معايا في اللوند اهي. اهي زي الفل اهي وشغاله، عشان حرارتها عاليه فبطلعها فوق في النهار. تمام كده. اللي انا بحسبها اللوند دي حاسباها تبع الدوره دي، لان هي باظت في الدوره دي. تمام كده. النشاره زي ما قلت لكم. ايه تاني يا ربي؟ لو انت بقى بتستخدمي علاج، بتستخدمي خلطات، دي كلها تتحسب تبع الدوره اللي هتبيعيها في الوقت الحالي. تمام كده. لما بتحسبها ازاي؟ انا قلت لكم في فيديو قبل كده، وهطلع لكم فيديو تاني لما اجي ابيع هقول لكم انا بحسبها ازاي. انا بحسب ازاي؟ بحسب ثمن الكتاكيت، بحسب ثمن النشاره والتدفئه اللي انا استخدمتها، بحسب اللوند اللي انا استخدمتها في الدوره دي، والعلف. طبعا زي ما انتوا عارفين انا بستخدمش علاج ولا خلطات، فعشان كده ما بحسبهاش. لا قدر الله في كتاكيت تعبت مني او جالها اسهال او جالها برد، فبجيب ادويه وبحسبها بضيفها على الدوره. ده اللي بتحسبيه كله. انت صرفتي كام، وبعد كده بتشوفي انت بعتي بكام، وبتطلعي صافي الربح بتاعك. تمام كده. كده على اساسه بتعرفي انت كسبانه ولا لا قدر الله في خساره، او المكسب قليل المكسب كبير، وهكذا. ده للناس اللي عايزه تعمل مشاريع صغيره في بيتها. يعني انا بالنسبه لي 70 كتكوت على قد المكان اللي انا فيه. لو انا عندي مكان اكبر، انا هاجي اشتغل، وحابه ان انا اعمل، وحابه ان انا يبقى معايا قرش في ايدي، فحابه الموضوع ده. فلازم ان انت الحاجات دي مش وبس، لازم تحسبي لها، عشان مش سبهلله. لازم تحسبي لها عشان تعرفي انت بتصرفي كام وداخلك كام. يعني لو المشروع مش جايب همه، معلش ما تجيبيش، ما تربيش. لكن لازم نعرف جايب هم ولا لا، لان احنا بنتعب بالامان. طلعنا الدوره اللي فاتت تعبت، وفي الاخر ال1000 جنيه ضاعت مني كده. يعني الله يسامحها اللي اخدتها، وربنا على فكره بيعوض، ربنا بيعوض، وربنا ما بيسيبش اللي اخد حق حد. بس بنتعب. شيلت الفرشه دي لوحديها وجع ظهر وتعب. كون ان انت تطلعيهم في نص الليل عشان تطمني عليهم بردانين ولا دافئ ولا حرانين، ولا نظامهم ايه، عندهم اكل ولا ما عندهمش، ده تعب. كون ان انت عايله همهم دايما، وعايله هم حاجه، اصل دي روح في اي وقت ممكن، يعني حتى لو سلام، دي اعمار. وفي اي حد، حتى لو الفرخه سليمه ممكن تموت عادي من غير سبب. دي ارواح. بيبقى الواحد انسان ماشي في الشارع كده زي الفل يطب واقع ساكت، فدي ارواح. فالواحد بيبقى قلقان طبعا، دفع في فلوس، دفع في ايه. بس الوقت انا مبقتش ازعل زي الاول. ليه بقى؟ لان انا عرفت ان موضوع التربيه في البيت، تربيه الطيور بالذات والحيوانات دي بالذات ارواح. فده يعني احنا بنعمل اللي علينا وبنهتم، وربنا بقى هو اللي بيكمل. شايف تعبنا، وشايف قد ايه بنتعب وبنعمل مجهود فيهم معاهم، فبيكملها على خير. فما تقلقوش، هاتوا ربوا واحسبوا زي ما بقولت لكم، وانا ان شاء الله باذن الحسد وحته الحاجات دي مش في دماغي. يعني خلاص ال1000 جنيه ضاعت، لما يعني عادي ربنا هيعوضني. بس انا
يكون سبب في ان حد يفتح مشروع يكون رزق ليه، دي اكبر حاجه ربنا عوضني بيها. تمام. فهقول برضو انا كسبت كام وكل حاجه ان شاء الله باذن الله، ومش خايفه من حسد ولا الكلام الفاضي دوا، لان ربنا شايف وعارف تعبي فمش هيضيعه. والفيديو ده انزله لكم هو غباء مني، مش حسد على فكره ولا كلام فاضي، ده غباء مني. انا استغبيت، سبت حقي كده وما بصيتش فيه، فده غباء مني. ان شاء الله هنزل لكم الفيديو باذن الله. انا قلت لكم هنزله لكم قبل كده، بس هصور واحد غيره لان انا حاسه ان انا متضايقه فيه. ف يعني مش عايزه ابان، انا ما بحبش ابان ضعيفه، ما بحبش ابان ان انا مكسوره، ما بحبش احس ان حد بيشفق عليا، ما بحبهاش خالص. انا احب ابان دايما، حتى لو انا جوايا حاسه ان انا ضعيفه احب ابان مش قويه، بس احب ابان ثابته في مكاني كده. بس هو ده اللي انا عايزه انزل فيديو حاسه فيه ان انا مكسوره. لا مش عايزاه، حتى لو هجيب مشاهدات السنين انا مش عايزاه. بس انا هنزله هدف واحد بس، ان انتوا تاخدوا بالكم وما تتعرضوش للموقف اللي انا اتعرضت له فقط لا غير. لكن كلمه ان انا حد يشفق عليا ولا كده والكلام ده كله، لا انا مش عايزه الكلام ده كله. فان شاء الله هنزله لكم باذن الله. وحبيت بس اعرفكم ايه اللي بنحسبه في دوره الكتاكيت، نحسبه مع الحسبه في مكسبنا او في خسارتنا لا قدر الله، نحسب ايه وما نحسبش ايه في الدوره بتاعتنا. يا رب اكون قدرت افيدكم. وان شاء الله كل مدى كده فيديوهات هطمنكم على الكتاكيت زي ما انتم شايفين، بامانه من غير اي علاجات ولا اي حاجه، اهو زي الفل واحجامهم حلوه. انا ما بوزنش غير لما اجي اغير العلف، بس ما بتعبش نفسي بالميزان. في ناس بقى كل شويه توزن، لا انا ما وزنتهمش خالص. لما اجي اغير العلف هوزنهم معاكم عشان نعرف هنغير ولا لا. بس هو ده يعني الوقت اللي انا بوزنهم فيه، وفي اخر الدوره بقى عشان لما اجي ايه بقى هبيع او اذبح، بس هوزن بقى كده. مفيش سردة، سيبيها على الله يوزني في الاخر. بس انا بوزن لهدف واحد في عمر 16 يوم او 15 يوم، اعرف وصلوا نص كيلو ولا لا عشان اقدر اغير العلف بتاعهم. يا رب اكون افدتكم، وان شاء الله يبقى اعملوا مشاريع واعملوا وشغلوا نفسيكم. ويا رب دايما كده تبقوا بخير وسعاده وايامكم كلها اعياد ان شاء الله.